السلام عليكم. بما اني اربي حمام، لمحبين الدواجن او الحمام، هذه علافة اوتوماتيك تنزل العلف عن طريق تايمر. طبعا هذا هو التايمر حقها، تحطها وقت، مثلا الصباح الساعة 8 تنزل علف، الساعة 4 العصر تنزل علف، تنزل لمدة دقيقتين 3 دقائق، الوقت اللي تبغى، 10 دقائق 15 دقيقة، يعني الكمية اللي انت تشوفها مناسبة. تحط الوقت حق التشغيل هو اطفائها، فيها تشغيل وايقاف وتشغيل وايقاف مدتين. شوفوا الحين اشتغلت، وهذه تنزل العلف. شوف ما شاء الله تبارك الله. هذه هي قطعة تركبها على السطل اللي تبغاه، اي سطل يعجبك تركبها عليه، خلاص تبدأ تنزل لك العلف في صحن زي كذا، وياكل منها الدجاجة والحمام بالوقت اللي انت تعجبك، وكذا العلف ما يجيها وساخة أو يكون متسيب بالأرض على الفاضي. شوف الحين هذا نظامها بتنزيل العلف، والحين تتم لها دقيقتين. طبعا أقدر أخليها 4 دقائق وتنزل ضعف العدد هذا من العلف. شوف الحين وقفت من نفسها، نزلت العلف خلال دقيقتين. هذا كمية العلف، إذا قليلة تزودها تخليها 4 دقائق 5 دقائق 6 دقائق وتنزل لك علف كثير. أنا بخليها 4 دقائق ضعف العلف هذا. وهذا نظامها، تفتح فتحة بالسطل زي كذا، خلاص. والله فكرة كويسة، حتى اللي ما يحب إنه يخلي العلف موجود عند الحمام، لا يحط العلافة هذه وخلاص. طبعا هذا التايمر حقها، وهذا زرارة وكل شيء. طبعا هنا عندك التوقيت، هنا تقدر توقتها. شوف أنا موقتها الساعة 8 الصباح طوال أيام الأسبوع. شوف أقدر أخليها يوم بالأسبوع، يومين، 3 أيام، يعني أقدر أخليها أيام الأسبوع الدوام. طبعا بالصيني، الله يعينكم، لازم تفهمون الصيني عشان. شوف الحين خليتها طوال أيام الأسبوع، تشتغل الساعة 8، تقفل الساعة 2، 8 2 دقيقة، 8 ودقيقتين. يلا طلعت. شوفوا هذه هي العلامة، هذه معناتها يلا. المرة الثانية الساعة 4 العصر تشتغل. شوفوا هذه تشتغل 4 دقيقتين تقفل. أنا مسويها مرتين باليوم تنزل العلف. طيب في عندك مرة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة، عندك تقريبا 16 مرة تقدر تخليها تشتغل، انت ومزاجك. شوفوا 16 مرة. هنا عندك الساعة، تبي تخليها تنزل العلف يدوي، بس تضغط على هذا. شوفوا هذه بدأت تنزل العلف، أوقفها زي كذا، وقفتها. أبى أخليها اوتوماتيك على نفس التوقيت، خلاص بس أخليها على العلامة هذه. اللي عنده نفس التايمر هذا يبغى شرح يبشر، أشرح له إياه.